إذا سألت أحدهم هل الأرض كروية الشكل سيجيبك بطبيعة الحال. إذا أتعلم عزيزي المشاهد أن الشكل الدائري لا منتصف له؟ فلماذا تعلمنا في الخرائط التي وجدناها في المدارس وفي المنازل وفي المكتبات خريطة مسطحة بشكل أفقي يوجد فيها على سبيل المثال بريطانيا في المنتصف وأوروبا في المنتصف، بينما تقع أستراليا في أقصى اليمين، أما أمريكا فتقع في أقصى الشمال. أي ليست الأرض كروية الشكل، وبالتالي يمكن أن تكون أستراليا هي في المنتصف كما يمكن أن تكون روسيا. فلماذا درسنا الأمر بهذا الشكل؟ العالم في الحقيقة ثلاثي الأبعاد كروي، ولهذا السبب لا يمكن تمثيله بدقة 100% على خريطة مسطحة ثنائية الأبعاد بدون تشويه في القياسات أو الأشكال أو الاتجاه. إذا أي خريطة تختار منتصفا تعتمد دائما على اختيار معين، وهو ليس حقا طبيعيا للأرض بل اتفاقا بشري. الخرائط الشائعة التي تدرس في المدارس خاصة منذ القرن التاسع عشر والعشرين هي إسقاط ميركاتور الذي اخترعه عالم الخرائط جيراردوس ميركاتور عام 1569. إليكم المعلومة الأكثر دهشة. في القرن التاسع عشر تم اختيار خط غرينتش أي صفر طول كمركز عالمي لرسم الخرائط وقياس الزمن العالمي والذي نطلق عليه GMT، وكان ذلك خلال مؤتمر دولي حضره ممثلون من دول مختلفة. السبب أن بريطانيا في ذلك الوقت كانت من أقوى الدول في الملاحة البحرية البريطانية كانت تسيطر على التجارة العالمية وقتها. نتحدث هنا عن القرن التاسع عشر، وهو ما يعني أن رسم الخرائط في العالم يظهر أوروبا والمملكة المتحدة البريطانية في المنتصف، وليس لأسباب طبيعية إنما بسبب اتفاق تاريخي سياسي وتقني. فبريطانيا كانت ترغب أن تكون هي في المنتصف، لكن استمرار استخدام خرائط مركزها أوروبا يعكس تاريخا ثقافيا وسياسيا أكثر من تمثيل علمي محايد. هنالك الكثير من البدائل لخرائط العالم مثل إسقاط جال أو أساليب أخرى حديثة والتي تظهر العلاقات بين الدول بشكل أكبر عدلا. في بعض البلدان مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية تم إدخال الخرائط الجديدة بدلا من ميركاتور لمساعدة الطلبة على فهم العالم بشكل وأكثر دقة. إذا الأرض كروية الشكل لا منتصف فيها، ولا يمكن لأي أحد مهما كان أن يضع خريطة مسطحة توجد فيها أوروبا وبريطانيا في منتصف الكرة الأرضية. فهذا الخطأ الشائع الذي تداولناه جيلا بعد جيل